السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد المرسلين. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. يا رب يجعله يوم خير، ما يكونش فيه اي حاجة تزعلنا زي اللي حصل. خليني بس الاول اكلمكم عن الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، كان عندنا تورته وكده، كانت جوزي كان جايبها لنا يعني وكده. فده كان كمية متبقية وحطيتها بقى في التلاجة. ايه، قلنا نحط منها على الفطار. عملت الاولاد عن جنبها يعني شاي بلبن وكده. والفيديو هيكون شارح نفسه، والتفاصيل اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو ايه هتكون مفهومة. يعني هتكلم معاكم كلمتين كده الاول. الفيديو دوت على فكرة بقيت الروتين اللي انا كنت عاملاه في الفيديو اللي قبليه، بس ايه حبيت ان انا ايه اقسمه على 2 عشان ما يبقاش طويل. انا مسكت بقية الحيطان كده، نضفتها وخليتها زي الفل. اماكن اللي هي الزراير بتاعت اللوند وكده، فبيبقى حوالين منها ايه مطرح طبعة ايدين الاولاد وكده، بيكون مش نضيف. فانا قلت بقى ايه انضف يعني حوالينهم وكده زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو. الاول حابه ان انا ايه اقدم خالص تعزية لاخواننا المسلمين السوريين والتركيين وكل الضحايا اللي راحت اسر الزلزال، اللي توفاهم الله. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويسامحهم. واسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يحتسبهم من الشهداء يا رب العالمين. ويغفر لهم يا رب ويرحم يا رب ويلطف بالناس اللي موجودة تحت الأنقاض، اللي مش عارفين يطلعوهم. ربنا يلطف بيهم يا رب. ويعني ربنا يبعت لهم كده اللي يقدر يطلعهم ان شاء الله بإذن الله. فعلا حادث أليم جدا جدا. وعايزة اقول لكم انا نفسيتي صعبة قوي 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 بسبب الموضوع دوت. يعني بقالي يوم ونص كده ما بقتش مش عايزة امسك التليفون بسبب المشاهد الصعبة اللي احنا بنشوفها. عايزة اقول لكم انا اسفة طبعا على صوتي، لان انا نفسيا فعلا متدمرة من كل حاجة، من كل حاجة في الدنيا. وزاد وغطى بقى الزلزال، المشاهد الصعبة اللي احنا بنشوفها ديت، واطفال يعني مشاهد مأساوية فعلا. ربنا يلطف بيهم يا رب ويلطف بينا يا رب ويبعد عننا اي شر يا رب. يعني ربنا يغفر لهم يا رب. اللي انا عايزه اقوله كمان ان احنا مش بعيد عن اللي حصل دوت. يعني اللي حصل لهم دوت حصل فجأة، كله بقضاء ربنا وقدره. فاحنا مش بعيد عن اللي حصل ده خالص. احنا ممكن يحصل لنا برضو زي اللي حصل لهم دوت بالظبط. ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها. بس لازم ان احنا نتعظ ونخاف ربنا ونتقي الله في حياتنا وفي كل تصرفاتنا اللي احنا بنعملها في حياتنا. يعني بصوا الناس ماتت فجأة واللي حصل لهم دوت حصل فجأة. وشكل الناس كده، يعني لما يكون أب محروق قلبه على عياله ال5 أو ال6 اللي ماتوا تحت الأنقاض. يعني حاجة فعلا توجع القلب وتخلينا نرجع لربنا ونتقي الله في كل حاجة بنعملها. الناس اللي بتقطع الرحم يعني عشان خاطر أسباب هايفة وحاجات عبيطة، ان احنا نقول ان احنا نقاطع فلان وما نكلمش فلان. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه في الدنيا ان احنا نقطع صلة رحم؟ الاخت اللي بتقاطع اخوها، والبنت اللي بتقاطع امها وخالتها واصحابها والكلام ده كله. يعني الدنيا ملهاش اي لازمة. إذ فجأة ممكن في حادثة كده وانت ماشية يعني تقابلي وجه كريم. فصلة الرحم دي من ابشع الحاجات اللي انتوا ممكن ان انتوا تعملوها ذنب في حياتكم، ان انتوا تقطعوا صلة رحم او كده. فلازم الناس ترجع لربنا وتخاف ربنا وتعرف ان ربنا موجود وشاهد على كل تصرف بتتصرفوا في حياتها. انا بقى هنا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو مسكت الحوايط نضفتها، وهمسك التلاجة بقى انضفها. من يعني هعمل لها تنظيف عميق كده زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي. عايزه اقول لكم انا الفيديو مصوراه يعني من ساعه ما صورت الفيديو التاني، وكله يعني ايه
الفيديو متصور وموجود على التليفون وكل حاجة جاهزة. بس للأسف أنا ايه من بعد ما حصل الحادث دوت وانا نفسيا مش مؤهلة خالص ان انا امنتج او انزل فيديو. فيعني حاسة بنفسيتي كده مش مرتاحة خالص. فيعني سامحوني بقى ان انا اتأخرت يوم او اتنين على تنزيل الفيديو دوت. كان المفروض ان انا انزله بعد الفيديو التاني على طول. زي ما انتم شايفين كده بقى بنضف التلاجة. عملت لها كده تنظيف عميق من فوقها لتحتيها وجوه وبره والفريزر. بس انا بقى الفريزر ما عرفتش ان انا اعمله معاكم، عملته انا مع نفسي عشان كان مش هينفع ان انا اقف بقى اصور واوقف كاميرا واظبط كاميرا ومش عارفه ايه. عشان خاطر ايه انتوا فاهمين الحاجات اللي في الفريزر بتبقى حساسه، ما ينفعش ان انا اسيبها بره الفريزر اكتر من 5 دقايق. فانا رحت بقى ايه موقفه الكاميرا ومع نفسي انا كده رحت مطلعه الحاجه بسرعه بسرعه اللي انا مجمداها في الفريزر، ورحت منضفه الفريزر بسرعه، ورحت مرجعه الحاجه تاني مكانها زي ما كانت. عشان الحاجه بتاعت الفريزر لو شمت الهوا كده الطبيعي فبترجع ان هي ايه تبوظ وكده. فانا رحت عامله بقى الفريزر انا مع نفسي. وبعدين اصلا الفريزر بيبقى نظيف دايما، ايدي فيه دايما اكتر من التلاجة، يعني يوميا بنضفه. اي حاجه باخدها من الفريزر اروح منضفها ورايا. بحيث ايه يعني مش حلو ان انا كل ايه اسبوعين 3 اروح شايله الفريزر واشيل الحاجه اللي فيه وانضفه وارجعها تاني. فانا ايه دايما ايدي فيه كده عشان ايه ما اضطرش ان انا انضفه تنظيف عميق. بس زي ما انتوا شايفين بقى كده. هكمل بقى بقية الفيديو معاكم واتكلم معاكم. انا ايه الفيديو شارح نفسه يعني. انا الفترة دي بقى يعني هحاول ان انا انزل لكم فيديوهات كده سريعة كل يوم. بصوا بوريكم هنا التلاجة بعد ما نضفتها خليتها بقت فلة زي ما انتوا شايفين. زي ما بقول لكم بقى هحاول ان انا انزل لكم يوميا كده فيديوهات سريعة. ربنا يقدرني ويقويني. يعني انا الفترة ديت نفسيا مش مؤهلة خالص بسبب مشاكل ما في حياتي. وكمان يعني زاد وغطى بقى موضوع الزلزال دوت ما يخلي نفسيتي صعبة قوي. فربنا يعافينا يا رب ويلطف بينا ويلطف بالناس اللي في قلب الحادث الأليم دوت. آه ربنا يلطف بينا بجد. يعني البني ادم لازم يتعظ ويخاف ربنا. اما هو زلزال ودمر شعوب كده زي ما انتوا شايفين، ويعني الوضع صعب جدا. فما بالنا بقى بهول يوم القيامة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه قدام ربنا؟ المفروض البني ادم يخاف ربنا ويتعظ من اي حاجة غلط بيعملها. نخاف ربنا. زي ما انتم شايفين بقى هنا رحت ماسكه الشقه كلها بعد ما خلصت بقى الحوايط والحاجات اللي انا كنت بعملها، ونضفت المطبخ والتلاجة على قد ما بعمل. يعني ما بقدر بقدم لكم ايه الروتين يكون بسيط عشان ما يبقاش ايه طويل قوي عليكم. مسكت بقى المكنسه ورحت لفه، يعني ما مسحتش ولا حاجه. لفيت بالمكنسه على الشقه كلها زي ما انتم شايفين كده. ورحت ايه ما خليتش حاجه. يعني كان عندي غسيل هنا عايز يتطبق همسكه بعد ما اخلص انا مع نفسي اطبقه كده. بس مسكت بقى الشقه كلها زي ما انتم شايفين لفيت عليها كده بالمكنسه. وهخش بقى ايه كده كنت خلصت الفيديو. تاني يوم بقى عملت غدا ورحت مصوره معاكم. بحاول يعني ببقى نفسي ان انا اصور معاكم الوصفه كامله من اولها لاخرها، بس عيالي بيبقوا عاملين يعني ايه دوشة جامدة في المطبخ وبيبقوا مخليني متوترة كده مش عارفة ان انا اصور الوصفة كاملة. على قد ما بقدر بصور معاكم. سامحوني بقى لو انا ايه اتأخرت معكم عليكم كده في الفيديوهات. عشان زي ما بقول لكم كده النفسية صعبة قوي، وربنا يعافيني يا رب ويلطف بيا انا كمان في احوالنا يا رب. هنا كمان عملت اوضه النوم، ويعني مسكت الشقه كلها كده بالمكنسه. وعايزه اقول لكم بقى انا يعني يمكن صوتي كمان اللي خاضدني دلوقتي حاليا وانا بسجل لكم الفيديو. قمت من النوم مخدوده على حطيت كنت حاطه لبينه كده في الحوض. وبعدين المية قطعت تمام. فروحت ايه نسيت الحنفية ان انا اقفلها. قلت شوية هتيجي فقعدت شوية على السرير كده فنمت. قمت بقى مخضوضة على ايه الحنفية مغرقة الشقة كلها والفرش كله غرق. وايه يعني مش قادرة اوصف لكم.
تعالوا بقى هنا بصوا هوريكم. ده جوزي كان حب ان هو ايه يجرنش لنا كده الاكل زي ما انتوا شايفين، وحب ان هو ايه يعمل لنا شكل كده بسيط في الطحينه زي ما انتوا شايفين. قلت له اخترع بقى مع نفسك. ربنا يسهل كده، نلاقي حاجات كده تبسطنا، حاجات بسيطه كده بس ايه بتغير في المود بتاعنا يعني. ده كان غدانا اهو زي ما انتوا شايفين. كنت عامله لهم كبده ومكرونه وبطاطس وكده. بس ده كان غدانا بقى ايه تاني يوم من الروتين اللي انا كنت عاملاه، بس حبيت ان انا ايه اصوره معاكم كده واوريكم. هتشوفوني دلوقتي وانا بعمل لعيالي، كنت بعمل لهم مشروب يعني وكده بالليل. فحبيت بقى ايه اصور معاكم لقطة كده. يا رب ايه يكون الفيديو عجبكم وينول اعجابكم ان شاء الله. بصوا طبعا هنا ريتال ما تسكتش غير لما تكون ايه يعني تقعد تزهقني كده. على بال ما حضرت الكاميرا وحضرت بعض حاجات كده، جيت لقيتها عامله الموز زي ما انتوا شايفين كده، مقطعه لي ايه راسه كده وسايباه. يعني هي بتحاول تساعد بس بطريقتها. وده من اكتر الحاجات اللي بتخليني مش قادرة ان انا اصور معاكم الوصفة كاملة كده من اولها لاخرها. زي ما انتوا شايفين اول ما تلاقيني بقى داخلة المطبخ، يعني عندي بندق بيبقى ايه بيحاول ان هو الفترة ديت يعني يتعلم ويحاول ان هو ينفذ. ممكن ساعات يقول لي انا عايز انا اعمل بيض، ماشي، فاقف اقول له اعمل كذا وسوي كذا. فهو دلوقتي 10 سنين يعني مش صغير ان هو يعمل حاجة زي كده. طبعا ببقى واقفة معاه وبعلمه بيعمل ايه، فهي عايزة تعمل زيه. فاول ما اخش المطبخ عشان اعمل بقى ايه الغدا وكده، الاقيها داخله ورايا جايبه بقى الكرسي وواقفه جنبي بقى ترازي فيا بقى. طبعا لو انا هفكر ان انا هصور اي حاجه، فطبعا مش هعرف اعمل اي حاجه خالص من الاتنين بقى. بيخشوا لي بقى الاتنين كل واحد عايز يعمل حاجه. طبعا عشان ابين لكم وصفة من اولها لاخرها مش هينفع خالص، لان هيبقى في حاجات بتشتتكم اللي هم بيعملوه بقى طول ما انا واقفة بزعق معاهم اصلا في المطبخ. فانا ببقى نفسي الصراحة ان انا اصور الوصفة من اولها لاخرها يعني. يلا ربنا يهديهم ويخليهم ويبارك فيهم يا رب. لو لسه بقى معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ومكملة معايا الفيديو لغاية دلوقتي، فين اللايك؟ حطي لي بقى لايك وقولي لي رأيك في الفيديو ايه. ويعني ربنا يعافينا يا رب ويكفينا شر الفواجع الأقدار يا رب، ويكفينا شر أي فجأة تكون فيها ضرر لينا أو لأولادنا يا رب. لو لسه بقى مكملة الفيديو معايا لغاية دلوقتي، ما تنسنيش بدعوة حلوة كده من قلبك بالله عليكم. اي حد يشوف الفيديو يدعي لي كده دعوة حلوة من قلبه. ربنا يفك كربي يا رب ويزيل همي. ده كل اللي انا بتمناه الفترة ديت، لان نفسيتي صعبة قوي. فيعني ما بحبش ان انا امنتج لكم ولا اصور لكم اي حاجة طول ما انا ايه نفسيتي مش حلوة يعني. فبحاول ان انا ابعد بقدر المستطاع، بس ده مش صح يعني. بس انا كده زي ما انتم شايفين كنت عامله لهم بقى ايه عصير فراولة، ورحت مقطعه عليه موز زي ما انتم شفتوا كده. ورحت ايه حطاه لهم في الصينيه كده ولسه بقدمه، لقيت جوزي جاي بقى ايه يجود عليا. هو اليوم ده كانت طالبه معاه كده يقعد يجود عليا، فقلت له تعالى. بس فزي ما انتوا شايفين انا اوريكم الشكل زي ما انا عاملاه، وهو بقى هيجود عليا بقى زي ما انتوا شايفين كده. يقول لي بس عايزه تجرنشي تعالى انا جرنش لك. قلت له طب تعالى ماشي عيش حياتك. بس راح عمل حركه كده هتشوفوها دلوقتي. مش حاسه ان هي فرقت خالص. قولوا لي رايكم. يعني انا شايفه ان الشكل الاول كان احسن يعني. يلا يا حبيبي يلا خد فرصتك، خد فرصتك كده على قفايا يلا. يا رب يبقى يكون عجبكم الفيديو. انا كده وصلت لنهاية الفيديو معاكم. لو ايه اول مرة بتشوفي القناة حطوا لي بقى اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وادعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم، حطوا لي لايك واستنوني بقى في فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد ان شاء الله يكون احسن وافضل من اليوم دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.